السلام عليكم. احنا طبعا عارفين كلنا ان البطاطس بتتعمل ب100 طريقة. هنعمل واحدة النهاردة من اسهلهم، بجد شكلها حلو وهتشرفكم في العزومات، وتنفع في اي حاجة، حتى لو مستعجلين عندنا ضيوف ينفع، لو هناكلها لوحدنا في كل حاجة هي تنفع، لان هي حلوة وسهلة جدا وطعمها حلو حتى الاطفال بيحبوها. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هقطع بصل، يعني عايزين نقطع بصل ابيض او احمر عادي مش مشكلة، هنقطعه دواير. والبطاطس برضو هنعملها شرايح بالشكل ده، يعني ما تكونش رفيعة قوي ومش سميكة قوي. بعد كده هقطع الفلفل برضو دواير، وهقطع جزر. يعني شوفوا حسب الكمية اللي انتوا عايزينها، يعني عايزين تعملوا قد ايه وتقدروا تضاعفوا الكمية وتقدروا تقللوها للنص. وهقطع طماطم وهقطع فلفل احمر. دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي هديها مسحة زيت كده بسيطة من تحت عشان مفيش حاجة تلزق فيها، وهبدأ ان انا ارص البطاطس. ودلوقتي هحط الفراخ. يعني انا ساعتها كان عندي ضيوف فكنت عامله كميه كبيره، وبعدين اكتشفت ان الصينيه مش هتكفي، فقلت اقسمهم في صينيتين. قسمتهم في صينيتين. هحط دلوقتي، هفضل ان احط الوراك لوحدها وبعد كده الصدور لوحدها في الصينيه التانية. احطهم كده على جنب، واحط بعد كده البطاطس، يعني احاول ان انا احط شريحه من البطاطس مع واحده من الطماطم مع واحده فلفل مع جزر، يعني ارصها بحيث ان هي تطلع شكلها حلو في الاخر. بالنسبة للفراخ يعني انا اديتها تشويحة كده الاول قبل ما احطها بحيث ان هي تنزل الزفار اللي فيها وكل حاجة. يعني جبت صينية على النار وحطيت فيها معلقة زيت، ويعني حطيت فيها الفراخ، اديتها لون من كل جنب من الجنبين بتوعها بحيث ان هي طلعت معانا بالشكل ده. وبعد كده الزيت اللي هو يعني اللي بقلب فيه الفراخ اللي بشوحها فيه برميه، يعني مش بستخدمه تاني، بحيث ان هو يكون لو في اي زفارة في الفراخ تكون نزلتها، وفي نفس الوقت هي بتدينا لون حلو، يعني بتساعد بعد كده الفراخ ان هي تاخد وش بسرعة. واحطهم بقى مع بعض. ورصيت الصينية التانية برضو حطيتهم بالمنظر ده. والتوابل عندي معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة كبيرة من توابل الفراخ، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة زعتر. وهنحط معلقة صغيرة من اللي هي توابل الشرق الأقصى للبطاطس، بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. وهحط دلوقتي صلصة طماطم، يعني أنا حطيت 4 معالق صغيرين اللي هو بما يعادل معلقتين كبار. وهحط بعد كده زيت، يعني بما يعادل معلقتين كبار زيت، بحيث ان هي تساعدها على ان هي تاخد لون بعد كده في الفرن. كل التوابل دي بمية، يعني هدوبهم مع بعض بمية. هقلبهم كويس، وممكن في الوقت ده تدوقوا الملح بتاعها، يعني لو لقيتوا ان الملح بتاعها مظبوط يبقى كده تمام. انا حطيت حبة مية كمان بحيث ان هي تبقى سائلة معايا، يعني تدي مية للبطاطس لحد ما تنزل الفراخ المية بتاعتها وتقدر تستوي. دلوقتي حطيت التوابل على الوش، واحاول ان انا اوزعها كويس في الصينيه بحيث ان هي تيجي على كل حاجه في الصينيه عشان تاخد وش كويس معايا، وفي نفس الوقت تبقى متبله ومتملحه. وزعتهم كويس. لو قلقانين ان انتوا تحطوها في الفرن بالميه دي بس، يعني بالميه اللي حطيناها على التوابل بس، ممكن تزودوا حبه ميه كمان تحطوها على الجنب كده بحيث ان هي ما تنزلش التوابل اللي على الوش، وتدخلوها او توطوا النار عليها اول ما تحطوها لحد ما الفراخ تنزل ميتها زي ما قلنا. ودلوقتي هغلفها بفويل وهحطها بقى في الفرن، يعني هفتح عليها الاول من تحت، ولو الفرن بيتفتح من فوق وتحت نفتح من فوق وتحت مع بعض. ولما تستوي، لو فتحنا الصينيه وهي مستويه ولسه فيها ميه ممكن نولع عليها من فوق بحيث ان الميه اللي فيها تنشف وفي نفس الوقت تاخد لون. ودلوقتي خلصت معايا اهي وطلعناها من الفرن. شكلها حلو قوي وطعمها كان احلى، ومن اسهل صواني البطاطس اللي جربتها، وطعمها حلو قوي، والجزر والخضار اللي فيها مسكرة جدا وحلوة، وحتى لو في اطفال مش بيحبوها ياكلوها ساعتها في الوصفة دي. وكده خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم، وبالهنا والشفا على قلوبكم.